أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل فضل 10 ذي الحجة خاص بالأيام دون الليالي؟ وأي أنواع العبادة يكون فيها آكد؟ وجزاكم الله خيرا. 10 من ذي الحجة فضلها عظيم، وذكر الله تعالى فيها مرغب فيه مندوب إليه، ومما يتأكد استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فهذا يدل على فضل 10. ثم الفضل في 10 من ذي الحجة يشمل الليل والنهار، ومن هنا قال بعض العلماء: 10 من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر في رمضان. وهذا صحيح أن 10 من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر من رمضان إلا في ليلة القدر، وهذا خصوص، والخاص لا يعارض العام. فعموم الليل والنهار شامل في 10 من ذي الحجة، يشمل الليل والنهار. تذكر الله في الليل وتذكر الله في النهار، وتكثر من طاعته ومحبته ومرضاته، تبر الوالدين وتصل الرحم وتتصدق وتحسن إلى الناس وتقول البر والمعروف وتفرج الكربة وتستر العورة وتحسن إلى الناس. فهذا كله مما يحبه الله، وتحفظ القرآن وتطلب العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة تستكثر منها في هذه 10 في ليلها ونهارها، فتحرص على الخير فيها ما لا يكون في غيرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أشعر الأمة بأنها مقصودة للذكر والطاعة ومحبة الله ومرضاته، فيحرص على الذكر فيها والطاعة في الليل والنهار. والفضل فيها شامل الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، واليوم يشمل الليل والنهار، ولذلك يكون فضلها على هذا الوجه عاما شاملا لجميع أجزاء اليوم، ولا يختص بليل ولا بنهار. والأفضل فيها كما ذكرنا أن يكثر الإنسان من أحب الطاعات إلى الله فيها بر الوالدين، يحرص الإنسان فيها على بر الوالدين. ومن أحب الطاعات التي يحرص عليها على صلة الرحم، الدعاء للوالدين، الاستغفار للوالدين، الصدقة عن الوالدين إذا كان أمواتا. قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة على الوالدين خاصة إذا كانوا أموات، والاستغفار لهم، ترحم عليهم، وذكرهم في هذه الأيام الفاضلة، وسؤال الله عز وجل لهم أن يصلح لهم في القبور، ونحن ذلك من الأعمال الصالحة التي تدخل السرور على الوالدين إذا كان أحياء، تقضي حوائجهما وتكون معهما على أحب وأكمل وأفضل الأحوال. تصل الرحم، تزور الأعمام والعمات والأخوان والخالات، وتصل آل كل والقرابات. كذلك أيضا تطلب العلم وتزور العلماء وتذاكر طلاب العلم، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تستكثر من الخير كله، وتبحث عن أحب الأعمال وأرجاها عند الله ثوابا. وكل شخص بما فتح الله عليه، مثلا الغني قد يكون الإحسان بالصدقة في حقه أعظم، فيحرص على الصدقات ويتفقد عورات المسلمين، فيكفكف دموع اليتامى ويجبر قلوب الأرامل والثكالى، ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا حتى يبارك الله له في ماله ورزقه وعمله وأجله. كذلك أيضا يحرص الإنسان فيها على الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التكبير. قد قال طائفة من العلماء في قوله تعالى: يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا إنها 10 من ذي الحجة، فأجمع العلماء على فضيلة الذكر فيها. وكان السلف والصحابة رضوان الله عليهم يستكثرون من التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنه يدخل سوق الغفلة أهل الدنيا وهم في تجارتهم وبيعهم وشرائهم، فيكبر حتى إن السوق يرتج من تكبيره، لأنه يذكرهم فيكبرون بعد تكبيره رضي الله عنه وأرضاه. فالحرص على هذه الأمور الطيبة، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته.